450 يوم من تحرير سوريا، يعني ما يعادل 15 شهر، يمكن زيادة يمكن أقل، ما في مشكلة. بس المخيمات ساعتها مثل ما هي، الناس تعبت، الناس عم تغرق، المخيمات عم تغرق كاملة، والخيام تحت المي، الناس عم تبكي. يعني نحن طالبنا بالحرية، ما اختلفنا، والحمد لله نلناها، وشكرا كتير للسيد الرئيس أحمد الشرع. بس إنه الناس اللي حواليك أنت واثق فيهم 100%. سبحان الله، هدول يعني الدولة الجديدة بس حطونا الحكي، يعني بس يحكي ما شاء الله متكلمين، يعني بيطلعوا بالإعلام بيقنعوك، يعني أنت بعد ما بيحكوا بيقنعوك، بيخلوك تسكر التلفزيون تقول سوريا رح تصير قصة كبيرة. بس المضمون ما في شيء من هاد، يعني الناس عم تغرق. يعني شكرا كتير للفنان مكسيم خليل، يعني بعد تحرير سوريا وسعته على قضيته نفسها، وين ما بيشوف شغله مو منيحه بيطلع بيحكي. غير الممثلين الكماله مثل مازن ناطور، استلم نقيب الفنانين بعد منا، خلص يا اخذ منصب، صار اموره بخير، يعني ما عاد بده يحكي ولا يطلع ولا يشكي. حلو، بس شاطرين يهاجموا بعضهم. يعني السيارات اللي فاتت على المخيمات، اللي GMC والشفر والاودي والبي ام وكذا، شو هدول؟ يعني هدول منين اذا سوريا كان عليها عقوبات من 50 سنة، يعني السيارات كانت متهالكة بسوريا، منين فاتوا هدول؟ منين فاتوا؟ منين شبتوا المصاري كلهم؟ يعني ما بعرف، يعني لازم يكون في حل. يعني سيادة الرئيس أحمد الشرع، نحن معك ومنحبك وكل شيء أكتر، ويا سلام يعني، بس في غلط، يعني لازم أنت تبحث عنه هذا الغلط، لأنه الناس